كل ناجح هو فالح، بمعنى هو الفرق ما بين النجاح والفلاح. دايما لما تيجي تبص في القرآن أو في السنة مش هتلاقي كلمة النجاح بشكل كبير، أو يمكن لا تذكر أصلا في القرآن. طب ليه؟ طالما هي حاجة مهمة جدا جدا للبشر. إيه هو أصلا النجاح؟ النجاح هو إن أنت تحط هدف وبتحط له خطة، فالخطة دي هي اللي هتوصلك للهدف. ده اسمه في الحياة البشرية هو النجاح، ودي حاجة كويسة جدا جدا. لكن في نفس الوقت اختلاف. الدين الإسلامي في حاجة اسمها الفلاح، هي مقرونة دايما بالأذان، فحي على الفلاح. اشمعنى؟ ليه الفلاح؟ الفلاح باختصار هو التوازن في كل جوانب حياتك. زي ما الدين بيقول لك ان انت تصلي، هو برضه نفس الدين اللي بيقول لك ان انت لازم تبقى خليفه في الارض، ان انت تعمر الارض. ده بيتطلب توازن في كل حياتك. النجاح انت ممكن تبقى ناجح في شغلك بس مقصر في بيتك، مقصر في حياتك الخاصه، مقصر في حياتك الدينيه. فالفلاح هو ان انت تلاقي التوازن. علشان كده جزء مثلا من جوانب اللي دايما مش هتلاقي الناس اللي هي بتاعت الانتاجيه بتتكلم عنها، وهو الفلاح او الجزء الخاص بالتوازن الديني. روحه دي في حد ذاتها محتاجه ان هي تتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى، فالجزء ده بيتواصل معاه من عن طريق الصلاه. عشان كده احنا مكتوب لنا 5 مرات في الصلاه، وكل مره احنا بنروح عشان نحيي على الفلاح، عشان انت تكون بتشتغل تعمل التوازن ده وبعدين ترجع تاني. لازم ان احنا نفرق ما بين النجاح والفلاح. الفرق ان هو في واحد ركز في الدنيا اكتر، وفي واحد ركز في الدنيا والاخره. هي دي النقطه. وعشان كده هنهي الفيديو ده بالحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام فيما معناه، والحديث مكتوب دلوقتي على الشاشه: لو كان في حد والقيامه هتقوم في ايده فسيله فليزرعها. في نقطه تانية، علشان النخله ان هي تطرح وتبقى ان هي ثمار الناس يستفادوا بيها بتاخد سنين طويله، فانت بتزرع من دلوقتي علشان يمكن ولادك او يمكن احفادك يستفادوا بالزرعه دي. فده دايما السبيل ان انت تتوازن في كل حياتك. فده الفرق ما بين النجاح والفلاح. سلام عليكم.